سميت الفترة الزمنية اللي امتدت من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى بداية التسعينات بالحرب الباردة. خاطرها حرب صارت في الشتاء والجو بارد قلاص وماتوا برشا جراء البرد القارس هذاك. بالطبيعة نفهدلك عليكم. المهم، تم يعني تقسيم العالم لشيرتين كبار، أي معناها زوز قطبيات: الشرقي الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي، والغربي الرأسمالي بقيادة أمريكا. فيعتبر معناها نظام القطبية الثنائية من التداعيات تاع النزاع العالمي الثاني. فكيفاش معناها تشكل النظام هذايا، وشنو أهم أزماته، وكيفاش انعكست وقتها على العلاقات ما بين الدول. باهي، أول حاجة، احنا نعرفوا أن أوروبا كانت قائمة على سياسة معناها قوية متاع أحلاف ومتفاهمين في بعضهم، خاصة أمريكا والاتحاد السوفيتي كانوا معناها زوز أطراف رئيسية في التحالف الكبير ضد المحور في الحرب العالمية الثانية بجنب فرنسا وبريطانيا. ومكنهم معناها الشيء هذا من أنهم يربحوا الحرب بالطبيعة، ويعكس زاد نجاعة العلاقة ما بيناتهم. إلا إنه مع الوقت الأمور معناها بدأت تدخل بعضها، ومن اللي كانوا صحاب وأحباب ولو ضد بعضهم، وكل قطب معناها يستنى وقتاش يضرب خوه، ولات قطيعة تامة بيناتهم. يقول القائل: كيفاش وعلاش معناها الشيء هذا صار؟ القطيعة هذه كيفاش صارت؟ كيفاش معناها شنية الحاجات اللي وصلت معناها القطيعة كيما هكا؟ لهنا بدأ الخلاف يبان معناها ما بين العملاقين. هناك الندوة تاع يالطا في 1945 على مصير ألمانيا أوروبا الشرقية واليابان. وبعد مع الوقت ظهر بالرسمي الأمور معناها تدخل في حيط من خلال ندوة بوتسدام في 1945، وقت اللي الرئيس الأمريكي ترومان عبر على المخاوف متاعه من الطموحات والإخباب السوفيتية في أوروبا الشرقية. ولهنا سيء بالطبيعة باش توضح الأمور، والعملاقين فقدوا الثقة بينات بعضهم، وقت اللي الاتحاد السوفيتي بدأ يحط في حكومات شيوعية في كل الدول الأوروبية اللي حررها الجيش الأحمر. فالحسيل وقتها تشرشل شاف الشيء هذايا طعنة من الوراء، واختراق معناها للاتفاقية معناها متاع يالطا، عبارة معناها كما نقولوا على سد كبير افصل به السوفيات أوروبا الشرقية عن أوروبا الغربية. ولهنا يا سيدي بن سيدك تشكلت القطبية الثنائية على قاعدة، والنجم نقولوا بداية الحرب الباردة. باهي، باش نفهم مليح، نقسموا كل قطب وحده والأبعاد اللي يحب يحققها ويوصل لها. به، عنا زوز كيما نعرفوا: أمريكا الغربية الرأسمالية، والاتحاد السوفيتي الشرقي الشيوعي معناها الاشتراكي. فالمهم، خارج معناها الدرس لازمك تفهم معناها شنية الشيوعية وشنية الرأسمالية. معناها الشيوعية معناها هي النظام السياسي والاقتصادي اللي حب ينشئ مجتمع معناها يتم فيه توزيع الموارد والثروات بالتساوي ما بينات الأفراد متاع المجتمع، ويلغوا الفئات الاجتماعية والاقتصادية. والرأسمالية معناها هي نظام اقتصادي يقوم على ملكية القطاع الخاص للإنتاج والإدارة، ويتميز معناها بتحقيقه للربح وتركز الثورة في أيدي القلة. الحاجة معناها اللي تؤدي بطبيعة إلى فجوة كبيرة من بين الأغنياء والفقراء. توا نجم يوضح لك كل شيء. نرجع لدرسنا. باهي، نبدو نحكو على الغربية الرأسمالية والأبعاد متاعها. الحصيلة بطبيعة تزعمها أمريكا، وتضم لك دول أوروبا الغربية اللي هم الديمقراطيات الغربية. وأول حاجة كان عندهم بعد أيديولوجي، معناها كيفاش التخمام كان يمشي وعشنا قايم. لهنا الرئيس الأمريكي ترومان معناها شد يده بسياسة الاحتواء، أي أنه يطوق الاتحاد السوفيتي باش يمنع انتشار الشيوعية في العالم، وينشروا الليبرالية والرأسمالية. وزاد البعد السياسي لهنا يهدف انه ينشر لك الديمقراطية والليبرالية اللي تعطيك بالطبيعة تعددية حزبية وحرية ومساواة وغيره. وفما زاد بعد اقتصادي. أمريكا بعثت مشروع مارشال في 1947 في شكل مساعدات مالية وقروض باش يعاودوا يبنيوا أوروبا الغربية، وفي نفس الوقت يطفوا الضوء على أوروبا الشرقية. وفيما يخص البعد الاستراتيجي والعسكري، شكلت الولايات المتحدة مع الدول الغربية حلف الشمال الأطلسي في 1949، وتزعمت زادة برشا أحلاف أخرى كما حلف بغداد وغيره من الأحلاف. الحسيلو في مقابل هذا الكل نمشوا للشرقية الشيوعية الاشتراكية، بطبيعة يدعمها الاتحاد السوفيتي، ويضم لك دول أوروبا الشرقية الديمقراطيات الشعبية. وبالنسبة للبعد الإيديولوجي متاعهم وقتها، قائم على تقزيم النظرية الأمريكية الإمبريالية اللي تحب تهيمن على الدول الأوروبية. فتحب معناها تقسم العالم شيرة ديمقراطية اشتراكية،
وشيرة إمبريالية توسعية. فكثف الاتحاد مجهوداته في أنه يكثر من الأحزاب الشيوعية في العالم. وبالنسبة للبعد السياسي عندهم يحبوا ينشروا الديمقراطية الشيوعية اللي تعتمد على ديكتاتورية البروليتاريا والأحزاب الشيوعية. وأما البعد الاقتصادي من الآخر يعني يحبوا يوصلوا للكمال الاقتصادي بين الدول الاشتراكية من غير ما تعترضهم حتى مشكلة. والبعد الاستراتيجي والعسكري لهنا الاتحاد السوفيتي كما نقولوا شكل حلف فرسوفيا، وعقد اتفاقية تقوم على التعاون مع الصين كدولة شيوعية جديدة وقوية وقتها، واللي هي كانت خطوة باهية منهم. المهم بعد هذايا الكل وكيفاش كل قطبية ماخذة معناها طريق وحدها وفكر وحدها وجوها وحدها، بدأت الأزمات متاع الحرب الباردة وبدأت تتوتر معها العلاقات الدولية. عندك الأزمتين تاع برلين، الأولى في 1948 وقت اللي الغرب حب على عملة جديدة في ألمانيا واللي هي عملة المارك، والشيء هذا أكيد من غير ما يشاوروا الاتحاد السوفيتي ديريكت ردوا عليهم معناها بحصار بري على برلين. وبقات أمريكا تحاول تفسدوا بك الجسر الجوي اللي عملته في الأزمة هذه. يعني قسمت ألمانيا لشيرتين، شرقية وغربية، معناها كما نقولوا زوج دول في دولة واحدة ولات. والأزمة الثانية متاع برلين في 1961 وقت ألمانيا الشرقية بنت جدار برلين باش تتصدى لك الهجرة الألمانيا الغربية. فالغرب ديريكت معناها استغلوا الشيء هذا باش يزيدوا يشهروا بالشيوعية متاعهم. والمهم عندك زاد الأزمة تاع الحرب الكورية في 1950 بعد ما حرروها من الاحتلال الياباني في الحرب العالمية الثانية. السوفيات نصبوا حكومة شيوعية في شمال كوريا والأمريكان في جنوب، معناها كما نقولوا كل واحد خذا شيرة، معناها حب يسيطر على شيرة. من هنا نصبوا حكومة شيوعية ومن شيرة الأخرى حكومة ليبرالية، أكيد باش تدخل بعضها الدنيا. والسوفيات بخباثة يعني مشوا حرضوا كوريا الشمالية باش تحتل كوريا الجنوبية، ولهنا بطبيعة دخلت أمريكا بجيش أممي ونجحت في طرد الكوريين الشماليين. أما وقتها دخلت فيها الصين لهنا، الحاجة اللي لزت أمريكا تجبد روحها، فهددوا وقتها باستعمال النووي كيما العادة والعواية تاع أمريكا. فالمهم باش معناها يتجنبوا كارثة نووية أجبر العملاقين معناها على أنهم يتفاوضوا، ورجعت وقتها كوريا لحدودها الأولى كما كانت. والحسيل وعنا زاد الأزمة الكوبية في 1961 وقتها طيحوا نظام الدكتاتور الأمريكي وتمت إقامة دولة شيوعية موالية للسوفيات. فأمريكا معناها كما نقولوا ما سكتتش ودخلت بقواتها باش ترجع الوضع كما كان. أما وقتها فشلت وكلت على راسها. وقتها زاد عملوا صواريخ سوفيتية في كوبا. أمريكا معناها وقتها كي سمعت بالشيء هذا فرضت حصار بحري وجوي. فالحسين معناها كما نقولوا انتهت الأزمة بسحبك الصواريخ السوفيتية في الكوبا اللي بطبيعة تمثلك تهديد على أمريكا، مقابل أنهم معناها ما عادش يدخلوا في النظام والعيشة متاع الكوبي. الحسيلو بعد الأزمات المستعصية اللي مرت هذه بدأت تنفرج العلاقات الدولية ما بينات العملاقين، كما نقولوا بدأت التعايش السلمي بشوي بشوي. الرئيس السوفيتي فاق على وضعه وشمها معناها اللي هي تنجم تصير حرب نووية تدمر العالم، بدأ يحكي معناها على ضرورة تجنب الحرب هذية. والرئيس الأمريكي رحب بالشيء هذايا وأكد على إمكانية التعاون من غير معناها ما يتخلوا عن مبادئهم الأيديولوجية بطبيعة. أما حط في مخك المبادرة هذه ما جات شكاكة من الحيط، كان فما دوافع كما توازن الرعب النووي ما بين العملاقين، الزوز عندهم أسلحة نووية فتاكة، وامتلاك الصين وفرنسا أسلحة نووية معناها وزيد جبدوا رواحهم من العملاقين معناها ينجموا في أي لحظة يولوا كونترهم. وزاد وقتها الاتحاد السوفيتي تفوق طول وعرض تكنولوجيا فكالغزو الفضاء خاصة. والشيء هذا بطبيعة معناه خوف الأمريكان على الآخر. فالحسيلو هنا نولوا نجموا نفهموا المظاهر تاع الانفراج هذايا على المستوى الجغرافي السياسي والعسكري. العملاقين معناها عملوا اتفاقية تحد من الأسلحة النووية وانتشارها. وأما على المستوى الدبلوماسي بدأت تتحسن بطبيعة العلاقات ما بين الاتحاد وألمانيا الغربية، خاصة الحاجة اللي خلت ألمانيا تدخل لمنظمة الأمم المتحدة. وزاد فما برشا زيارات ما بينات بعضهم، زاد قوة العلاقات. وعلى المستوى الاقتصادي أمريكا ولات تزود في الاتحاد السوفيتي بالقمح
ومعدات تكنولوجية. وزاد بالنسبة للمستوى الثقافي والعلمي، ولا العملاقين يتعاونوا في مجال غزو الفضاء خاصة، وتبادل المشاريع ما بيناتهم والبرامج وغيره. فالمهم الانفراج هذا يعني أكد لك على أنه حقق معناها الأمن والتعاون بأوروبا والاحترام المتبادل ما بينهم وحقوق الإنسان و لكن يمر الوقت وترجع الأمور والعلاقات الدولية تتوتر مرة أخرى بسبب حروب وأزمات جديدة، كما حرب الفيتنام. وقت حبت أمريكا تحط حد لهجمات الفيتنام معناها الجنوبي على الشمالي. يا أخي أمريكا وقتها كلات عراسة، دخلت باش تعاون زاد كلات عراسة، كلات معناها هزيمة قاسية وقتها وخسائر كبيرة. أكل انتشار زاد تاع النفوذ السوفيتي في أمريكا الجنوبية وأفريقيا، جرير أكل الثورات الماركسية، وتنصيب زاد حكومات شيوعية جديدة. وعندك زاد الغزو السوفيتي لأفغانستان، وأمريكا معناها وقفت مع الأفغان وقتها وتهزم الاتحاد السوفيتي وقتها زاد. وأكثر حاجة أكل أزمة تاع الصواريخ الأوروبية، معناها تحولت أوروبا كما نقولوا القاعدة كبيرة تاع صواريخ سوفيتية وأمريكية، كل بلاد تلقى اللي عنده صواريخ أمريكية اللي عنده صواريخ سوفيتية. أنا نجم جيش تفلس توفى الدنيا معناها. الأمر مرهون معناها في عركة ولا في فلسة ولا في حاجة بسيطة تخليهم يتغشوا ويدخلوا بعضهم. ف كيما نقولوا بعيد على الكور مثلا، يعني علاش حرب اوكرانيا وروسيا صايره تو؟ خاطر اوكرانيا معناها باش تدخل في الاتحاد وباش تولي معناها تبع امريكا كيما نقولوا، ومعناها تنجم تعمل قواعد عسكرية غادي قريبة لروسيا، والشيء هذاك اكيد مستحيل ترضاه روسيا، يعني تهديد كبير لبلادها تشوفه معناها من قبل الامريكان. الحصيل ونرجع للكور متاعنا بعد الأزمات الجديدة والهم هذاك اللي كنا نحكوا عليه سيء. هنا نهار الاتحاد السوفيتي ظهرت برشا معارضات على الأنظمة الشيوعية في كل دول أوروبا، وبدأت معناها كما نقولوا تسقط، وانسحبت برشا أحزاب منها وتهزمت برشا، وزيد تراكمت برشا مشاكل اقتصادية واجتماعية في روسيا وبالطبيعة فشلوا زاد في حلها. وانسحاب دول البلطيق الثلاث من الاتحاد كما نقولوا حل الباب للانسحاب بقية الجمهوريات منها. وبعد الأحداث هذه لهنا تنجم تقول معناها وفاة الحرب الباردة على قاعدة، معناها سيبون ما عادش تزيد تظهر أزمات أخرين تزيد معناها تبقى تدخل بعضها العباد والشيء هذاك، اسكو فما حرب اسكو ما فماش، علاش هي حرب باردة؟ حرب باردة على الآخر، تبقى الأجواء متوترة، انت تقول سيبون باش داخل الدنيا وش تصير حرب نووية، من بعد تبرد الحكاية، تظهر أزمات زيد تشعل الحكاية من بعد زيد تبرد. المهم ولهنا كيما نقولوا بدا نظام جديد أحادي القطبية، سيبون ما عادش ثنائي القطبية.